ليه الزملكاويه بيكرهوا سيد عبد الحفيظ؟ السؤال سهل جدا والاجابه اسهل. بص كده على الفيديو دوت. انا مش هاجي لك انت تصحى الساعه 7 الصبح. انت طبعا ده ما نامش. صحى 7 الصبح. لا قمت اتفرجت على الماتش. ايوه اتفرجت على الماتش تاني. اتفرجت على الماتش تاني. شفت تاني. الساعه 7 الصبح. يا قادر. كنت خايف العاده يجيبوا سكور. 7 الصبح. بصراحه كابتن سيد انا عمري ما شفت قصف جبهه بالروقان ده وبالهدوء ده، وقاعد الراجل حاطط رجل على رجل وفارد ظهره وخبطها لهم في وشهم. الواد ايمن يعني ما بقاش عارف يبلع ريقه، اتصدم، اتكتم. المشكله ان مش دي اول مره سيد عبد الحفيظ يعمل فيها كده، عنده فيديوهات كتيره جدا. في يعني فيديو منهم كده جلدايه كده قديمه مهما تتفرج عليها ما تزهقش منها. بص كده معايا. يعني الليله طويله والسنه كتيره جدا جدا جدا، خليك هادي، خليك بارد جدا، يعني هتنفعك كتير. يهمنا ان انت تكون موجود اصلا ما تبقاش بعيد يعني. وزي ما قلت يعني انت لو الكلام مع النادي الاهلي ما تقولش كلام ما تبقاش قده، وفي نفس الوقت ما تحلمش حلم ما تعرفش تعيشه يعني. الاهلاوي الاصيل بس اللي هيبقى فاكر التصريح ده كان سنه كام وايه ظروف السيزون دوت. لو فاكر انت فعلا اكتب لي في الكومنتات وانا هستنى الكومنتات بتاعتكم. وسيد عبد الحفيظ يا جماعه مدرسه، المفروض يعمل كورسات في قصف الجبهه للزملكاويه بالذات. حقيقي الاهلي هيكسبوا في الاداره تاني، لكن احنا شخصيا هنخسره كتير جدا على المستوى الاعلامي، لان مفيش اي اعلامي بيظهر في الاعلام دلوقتي بالقنوات اللي بيسموها قنوات محايده بيدافع عن حقوق النادي الاهلي زي كابتن سيد عبد الحفيظ. لكن الاهلي فعلا محتاجه على المستوى الاداري، لان فعلا اوضه النادي الاهلي مليانه نجوم كبيره. كابتن وليد صلاح الدين راجل كويس وبيشتغل وبيجتهد، لكن وجود سيد عبد الحفيظ اكيد هيفرق مع اوضه الملابس بتاعت النادي الاهلي. لا تجديد ولا زياده. ده اول تصريح. ما حدش لا هجدد لحد ولا هزود لحد. فما تقلقش، ده مش حساب اي نجم، ده مش اي حساب اي حد خالص في الفرقه مهما كان هو مين. طبعا الاهلي فطبعا مستحيل تلاقي اي زملكاوي فرحان برجوع كابتن سيد عبد الحفيظ للنادي الاهلي تاني الا زملكاوي واحد بس. ايوه هو اللي جاب بالك ده، كابتن خالد الغندور بندق. من خالد غندور. هو مش دمه تقيل زي خالد بس يعني الاثنين. لا هي اوعى العو حضر، اوعى العو حضر، اوعى العو، اوعى العو حضر، اوعى العو حضر، اوعى العو، اوعى العو حضر، اوعى العو حضر.